رجع مكتبه علشان يكمل مراجعة حسابات المحصول وأوزانه وأسعاره، ويراجع الفواتير ويسجل المشتروات والمبيعات، ويحصل الإيرادات ويعد السجلات بالمصروفات. عمل شاق بيحتاج للي يساعده فيه، فهو كتير على شخص واحد إنه يعمله وفي يوم واحد، لكنه تممه كله على أكمل وجه. وبالليل بعد ما خلص شغله خد الملفات المهمة معاه وقفل المكتب، وراح بره لأخوه حمزة والراضي اللي كانوا بيودعوا العاملين بعد ما ادوهم الأجور بتاعتهم في اليوم الشاق ده. قال حمزة وهو بيوصي العمال: بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد يا رجالة هنكملوا بقية الأراضي التانية. عز حط ايده على كتفه وقال له بمزاح: بينا يا حمزة، سندني يا أخوي، رجعني على داري وفرشتي يا حبيبي. ابتسم حمزة: بينا يا عز، زمان أمك منتظرانا لحد دلوك وما نمتش رغم إنها مش متعودة على السهر. غمز له عز وقال له: كأنك مستعجل عشان أمك بس مش كده؟ ضيق حمزة حواجبه وقال له بضيق: انت عايز ايه ياض يا عز؟ ايوه فعلا انا مستعجل عشان اتوحشت مرتي. ها ارتحت كده يا ريخي انت؟ ضحك عز الدين بتسلية وهو بيشوف وش أخوه اللي كان متبرم ومتضايق. سبق حمزة ومشي قدامه. قال عز الدين بمرح: استنى يا ابني، بقولك سندني يا واد هلكان. قال راضي وهو بيدعي البؤس: عيني عليك يا راضي، مش لاقي حد تتسند عليه، دايما غلبان ووحيد كده. ضحك عز الدين: شايف الحيطة اللي على يمينك دي؟ اتسند عليها يا راضي هترتاح قوي. بص راضي ليمينه فملقاش غير الترعة على يمينه، فقال بغيظ: شوف يا عز يا واد الحاج عيسى، رغم اني بكني ليك معزة خاصة إلا إني ما عنديش مانع دلوك إني أشيلك وأرميك في الترعة دي وارتاح من تجل دمك ده. ضحك كل من حمزة وعز بقوة. وقف عز الدين وقال بتحدي: طب يلا اعملها، يلا وريني يا ابن الشيخ عثمان. قال راضي بأسلوب ضاحك: لا، وقت تاني يكون فيا حيلك ده، أنا ظهري اتقطم النهاردة وعايز إعادة تركيب وشحن كمان. ضحك عز الدين وقال وهو بيحط راسه بين إيديه: جبان، اعترف إنك ما قدرتش تعملها، من خاف سلم يا واد عمي. عدل عز الدين لياقة جلابيته وقال بخيلاء: أيوة كده تعجبني شجاعتك دي، يلا تصبح على خير. قال راضي وهو بيودعهم وماشي في طريق تاني غير طريقهم: في أمان الله ورعايته. وصلوا سوا للبيت، لقوا بالفعل أمهم في انتظارهم في الصالة وما نامتش. جري عليها عز الدين، انحنى بسرعة وبس إيديها: إيه اللي مسهرك بس يا ست الحبايب لحد دلوك؟ بصت لهم بحب: واني هيجيني نوم ازاي قبل ما اطمن عليكم يا حتة من قلبي. عز الدين بس راس أمه: ربنا يخليكي لينا يا غالية ولا يحرمنا من طلتك وحنانك ده أبدا. هتفضل يا أمي شايلة همنا حتى بعد ما خلاص كبرنا وبقينا رجالة؟ هتفضل ومهما كبرتوا في نظري صغار، وهفضل أقلق عليكم كده لحد ما تشيبوا كمان. قال لها حمزة: وإحنا هنفضل فرحانين بلهفتك دي علينا دايما كأننا صغار، وهنفضل كمان نترموا في حضنك اللي ما يتشبعش منيه واصل يا أمي. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. قالها وحضن أمه بحب شديد، وكذلك لمح نورت قلبه اللي واقفة بتختلس النظرات من ورا الباب، وكانت حاطة الطرحة على راسها وحطها على وشها علشان تخفيه بيها زي ما طلب منها هو، بمجرد ما تخطي عتبة الدار حتى لو كانت هتقف في صالة البيت. فهو بيغير عليها، فالغيرة أكبر براهين العشق ومش شك خالص زي ما بيظن الآخرين. اتنهدت بهي براحة لما رجع ليها أولادها سالمين. فقال عز: يلا يا ست الحبايب أوديكي أوضتك علشان تنامي، الوقت اتأخر. لا، تعالي معايا على المطبخ أوصي أم الخير تعمل لك كوباية عسل بالحليب من اللي بتحبها. قالتها وبصت لحمزة وهي بتشاور لنوارة اللي واقفة بلهفة ومستنية جوزها: وانت يا حمزة روح لمرتك اللي الشوق هياكل منك حتة عشان هدي. أشرق وش حمزة بابتسامة عريضة وانطلق ناحية مراته بسرعة. ماشي يا أمي، رايح لها قوامة ها. أول ما شافته واقف قدامها بيبصلها بعيونه اللي كلها شوق ولوعة، نسيت إنها تحت وإن ممكن حد يشوفها، ومدت إيديها بتحوطه وتقول بحب شديد: اتأخرت عليا جوي يا حمزة. حمزة بص راس نوارة: اتوحشتك قوي يا قلب حمزة. بعدت إيديها عنه وقالت بابتسامة مشرقة وهي بتدعي الغضب: يعني كده أهون عليك تتغدى بعيد عني؟ انت عارف إن الأكل ما يتمضغش من غيرك يا حمزة. غصب عني يا نوارة القلب، انت عارفة الفترة دي من السنة ومش غريبة عليك،
ما كانش ينفع أسيب العمال واجي أتغدى هنا. أيوة بس أنا ما بحبش أكل من غيرك وزعلانة منيك كمان. وهو نقدر على زعلك؟ أنا لسه ما حطيتش لقمة في بقي من وقت الظهرية ووقت الغدا عشان أرجع أكل مع مرتي ونور عيني. أيوة اضحك عليا بكلامك الحلو زي كل مرة، ما تعملهاش تاني يا حمزة، أنا مش هاكل من غيرك بعد النهاردة. سمعت صوت بهية بتقول لها بغضب: إيه يا نوارة، أنا مش عاجباكي ولا إيه؟ زعلانة عشان قعدتي كلتي معاي النوبة دي وقاعدة بتلومي في جوزك وتكدريه؟ اتصدمت نوارة لما عرفت إن حماتها سمعت اللي بتقوله وبلعت ريقها، بصت لها بارتباك واضح وبصت لحمزة زوجها اللي هز كتافه بقلة حيلة. لا طبعا يا خالة، ده انت على عيني وراسي كمان، وانت عارفة معزتك عندي كيف، وربك ما تزعل مني، أنا ما قصدش حاجة. قالت بهية بدي ظاهر قوي على وشها: ما تقصديش ازاي وانت نازلة في جوزك وعتاب ولوم؟ بصت نورة لجوزها علشان يتكلم، لكن هو اتكلم بمزاح. استلمي بقى أمي. اتنهدت نوارة: دي يا خالة عتاب حب مش لوم والله. ربعت بهية ايديها قدام صدرها وقالت: ودي اسمه كلام يا نوارة برضك؟ وانا اللي بقول عليكي واعية وفاهمة، طلعتي عبيطة وهبلة. أنا يا خالة؟ أيوة أنتي اللي يعاتب يا عبيطة يختار الوقت المناسب ويعمل كده. جوزك توا راجع من الشغل وواقف على حيلة من صباحية ربنا، يعني لو حابة تقولي له أي حاجة يبقى مش دلوة، تستنى لما يغير هدمته وياكل لقمته ويريح على فرشته وبعدها تقولي له كل اللي نفسك فيه. خليكي ناصحة يا نوارة. عندك حق يا خالة، أنا فعلا غلطت إني ما اخترتش الوقت الصح، حقك علي. قالتها وقربت من إيديها تبوسها. بعدت بهي إيديها بسرعة: لا ما تتأسفش لي أنا، اتأسف لجوزك. حصل خير يا أماي، ربنا يبارك لنا فيكي، هنفضل كده طول عمرنا نتعلموا منيكي. ابتسمت له بهية وقالت: وفيكم يا ولدي. وبصت لنوارة: يلا خدي جوزك ووكليه وشوفي محتاج ايه واعمليهوله، وبعدها يا ست ابقى عاتبيه زي ما تحبي، ربنا يسعدكم يا ولدي. ابتسمت لها نوارة وبعدها طلعت لفوق مع حمزة. أما عز اللي كان ماسك في إيده طبق العسل بيشربه وبيتابع اللي بيحصل بهدوء، وأول ما أخوه ومراته طلعوا لفوق: كنت شديدة عليها النباد يا ست الدار، نوارة وشها الدم فر منيها في الأول. ضحكت بهي ضحكة خفيفة، بس في الآخر تردلها تاني: يا عز ما تخافش، نوارة زي فاطمة أختك بالظبط، يعني لو شفت حالها مش عاجبني أو عملت حاجة مش صح لازم أنبهها وأعلمها الصح. قال عز بعد ما خلص الطبق كله: حكيمة الدار فعلا يا بهية، والكل بيتعلموا منيكي وأولهم أنا. نزلت اللي سمعت اسمها من فوق من شوية ووقفت جنبهم: أنا سمعت اسمي من شوية، قاعدين تجيبوا في سيرتي ليه ها؟ قال عز بملل: أهي فاطمة صداع كلها نزلت، أهلا يا صداع. نفسي مرة تحسسني إني أختك الصغيرة. أيوة يعني أعمل له كيه أنا؟ ها أشيلك على حجري وأطبطب على ظهرك ولا أعمل إيه؟ دمك تقيل على فكرة، أني هطلع أنام، تصبحوا على خير. لحق بيها عز بعد ما أمن مكانه: هات يدك يما أنا كمان طالع أنام. بصت فاطمة بضيق: كلكم هتطلع تناموا وتسيبوني لوحدي؟ قال عز اللي كان بيحاوط أمه وبيسندها وهم طالعين فوق: ما تاجي تطلع أوضتك تنامي حد ماسكك؟ لا أنا لسه صاحية من شوية، مش عاوزة أنام دلوقتي. طب انتي واحدة كسولة ونايمة طول النهار وإحنا شقيانين طول اليوم وحيلنا مهدود، عاوزة منينا إيه عاد؟ ما تقعد معايا بابا يا عز عشان خاطري. هو أنا ناقص صداع يا ربي؟ يا بنت بقولك تعبان يا اللي بتفهم انتي، ما انتي شايفانا لسه راجعين من برا من صباحية ربنا. يوه كان نفسي يكون عندي أخت تونسني بدل الملل ده. ضحك عز على هيئتها المتبرمة وبعدها راح لأوضته علشان يريح ظهره من شغل اليوم. أما هي فرمت نفسها على الكنبة ومسكت تليفونها وبدأت تقلب في الفيسبوك بملل شديد، فهي مش لاقية حاجة تعملها. وبعدها قررت تفتح الماسنجر علشان تشوف مين متصل دلوقتي وتتكلم معاه، فلقت ناهد أخت راضي متصل الآن، فقررت تتكلم معاها لعلها تخلص من الملل اللي هي فيه. تاني يوم الكل صحي بدري زي العادة مع أول خيوط الشمس وفطروا سوا. بعدها حمزة قام علشان يسبق أبوه وأخوه، فالنهاردة هو المسؤول الأول عن كل حاجة في الأرض. قامت نورة وراه وراحت عند عتبة البيت وقالت وهي بتودعه وعينيها كلها شوق: هتوحشني يا حمزة، ما تتأخرش عليا.
اتأمل عينيها وقال لها بحب: هخلص اللي ورايا واجيلك طوالي، انت عارفة اني مقدرش اتأخر عليكي واصل. يلا اسيبكم انا في امان الله. قالها وبعدين باس راس ولاده آسيا وآسر. وبعدها جت المشاغبة اللي دايما بتشاكس مرات أخوها، لكنها ما تجرؤش إنها تقول الكلام ده قدام أخوها الكبير حمزة. اوعدنا يا رب واعمل زي العصفورين الكناريا دول. ضحكت نوارة: خلصي علامك الأول يا فالحة وبعدين اتكلمي. قالت فاطمة بتفكير: بقولك يا نوارة، تفتكري لما اتجوز هفضل أطموح نكده زيكي؟ لقت ضربة قوية من حد على رقبتها من ورا، ادها على قفاها يعني. عاوزة تتجوز او تطموح انا كمان؟ يا خسارة الحياة والخجل اللي انعدم من بنات اليومين دول. اتنفضت فاطمة بفزع وجري الدم من عروقها. خافت من أخوها اللي ما توقعتش أبدا إن يسمع اللي قالته، فقالت بتلعثم: عز، أني أنا كنت بضحك مع نوارة مش أكتر. عايزة تتجوز يا فاطمة؟ مستعجلة على الجواز قوي يا بنت أبويا وبتطلبيه كمان. بصت له فاطمة وهي خايفة قوي منه، فعرفت إنها مش هتفلت من إيد أخوها. لاحظت نوارة ده وأدركت خوف فاطمة من أخوها، فحبت إنها تطلعها من المأزق ده. إيه يا عز، مالك اليومين دول تجلان على العيال وكل يوم تمشي من غير ما تسلم عليهم وتلعبهم زي عادتك؟ عرف عز إن نوارة عاوزة تشغله عن أخته، علشان كده ابتسم وحقق لها غرضها. لا، وأنا أقدر أتقل على حبايب قلب عمهم؟ وشال الطفلين وبس راسهم. عاملين إيه يا ولاد الغالي؟ حقكم علي، الأيام دي الشغل كتير في الأرض، يخلص بس ونقعد نلعب مع بعض كيف ما بدكم. الطفلين أصدروا أصوات سعيدة بعد ما سمعوا لكلام عمهم. انتهزت فاطمة الفرصة وهربت من قدام أخوها على أوضتها طوالي، بعد ما بصت لنورة نظرة امتنان على إنقاذها من الموقف ده. فهي حبت إنها تهزر معاها بس، لكن اتقلب الهزار ده ضدها واتحطت في موقف لا تحسد عليه مع أخوها. شافها أخوها وهي بتهرب ناحية السلم، فابتسم وهو بيقول لمرات أخوه: مش كنت سيبتيني ربيت لها الرعب شوية؟ لا حرام عليك يا عز، انت عارف فاطمة اختك ما قصدهاش حاجة عفشة، وبعدين انت عارف انها دايما بتضحك معاي، يعني عادي ما فيهاش حاجة. الحياء زينة البت يا مرت أخوي، فزين المرأة الحياء وزين الحكيم الصمت. لما فاطمة تقولها كده من غير خشة ولا خجل، يبقى البت ابتدت تدخل في مرحلة الخطر. بلعت نورة ريقها: لا، ما هواش كده يا عز، فاطمة ما قالتش كده قدام حد غريب، ده قدامنا بس، وكمان ما كانتش حقيقي يعني، كانت بتضحك معايا زي ما بقولك. بالله عليك ما تقلبش عليها ولا تزعلها، فاطمة اختك طيبة وزينة البنات والله. عارف يا مرت أخوي عارف، بس لازم أخاف عليها، الزمن اللي احنا فيه ده بقى صعب، وإن ما كنتش أخاف على أختي وأحاوط عليها مش هقدر عليها بعدين. اطمن يا عز، اختك متربية زين، اني فاهمة قصدك والله وعارفة انك بتخاف عليها كأنها بنتك، بس خلي صدرك واسع كده واحتوي اختك قبل ما تخوفها منيك. فرح عز الدين ان نوارة بتهتم لاخته وبتدافع عنها بالقدر الكبير ده، وعرف ان اخوه قدر يختار شريكة حياته بعناية واختارها اختيار حسن، علشان كده اتكلم: تسلم يا مرت أخوي، يلا يا دوب ألحق حمزة بدل ما يطين عيشته هناك، أخدي بالك من العيال، السلام عليكم. وعليكم السلام. في الشغل كان قاعد على مكتبه بيباشر شغله باندماج شديد، لحد ما قفزت هي تلقائيا في خياله، فاشتهى قلبه العسل وكان عاوز يتذوقه. لقى خالد بيخبط على باب مكتبه، ولما شافه عز سمح له بالدخول. وقف خالد قدام عز: صباح الخير يا عز بيه. صباح النور يا خالد. خير، سايب شغلك وجاي هنه ليه؟ حط خالد طبق العسل على المكتب قدام عز. كنت جايب لك طبق العسل اللي بتحبه يا عز بيه، ما هانش عليا اشتغل غير لما اتأكد انك اتكيفت بيه. بص له عز بابتسامة ممتنة، فهو فعلا محتاج له قوي في التوقيت ده بالتحديد. يعطيك العافية يا خالد، العسل ده جه في وقته بالمظبوط، تسلم والله. فرح خالد وهو شايف السعادة على وش عز الدين وهو بيمسك طبق العسل بفرحة شديدة، فتنهد بانشراحة قلب، فهو حب عز الدين وبدأ يتعلق بيه. بالهنا والشفا على قلبك، هروح أنا أكمل شغلي. قال عز الدين اللي بدوره ارتاح لخالد وتوسم فيه خير: هنستناك على الغدا معانا زي امبارح ها؟
اتسعت ابتسامة خالد وردت بفرحة. ده شرف ليا يا عز بيه. شرد عز الدين في طبق العسل وقلب هيام. وبعدها لك يا عسل، كأنك هتسكرني كيف كل مرة وأدوقك وكأني أول مرة أدوق عسل في حياتي. يا بوي سبحانه من عسلك. قالها وفضل يتناول العسل كله دفعة واحدة، وبعدها اتنهد براحة وتابع شغله بنشاط وهمة. وفي أثناء ده رن تليفونه، أعلن عن اتصال من صاحبه أحمد. إيه يا ابني أنت فين دلوقتي؟ قربت توصل؟ اتنهد عز الدين بقلة حيلة، فهو ما قدرش يروح القاهرة اليوم ده. ازيك يا ابو حميد؟ للأسف مش جاي النهاردة. أحمد خاف إن يكون حصل له حاجة وحشة. ليه يا ابني في ايه خير؟ لا ما فيش الحمد لله ايتها حاجة، احنا بس في موسم الحصاد وزي ما انت عارف بكون مشغول مع ابويا واخويا في الارض والحسابات وكده. طب ما قلتليش ليه بدل ما انا مستنيك يا ابني؟ حقك عليا يا ابو حميد، امبارح ما فضيتش امسك التلفون حتى. اتفهم أحمد وقلبه هدوء. تمام ربنا يعينك يا كبير، بس انت كده هتضيع الكورس عليك، عارف بس تتعوض بإذن الله. طب والحاجة التانية هتعوضها ازاي ها؟ وخاصة انك كنت ناوي تفتحها المرة دي. ملهاش نصيب المرة دي يا احمد، قدر الله وما شاء فعل. ما اقدرش اسيب الشغل ده كله على حمزة الحالة، ربنا ييسر مرة تاني. تمام يا صاحبي، ربنا يقدم اللي فيه الخير يا رب. تابع انت الاخبار وبلغني. تمام سلام. لبست هدومها واستعدت للخروج، لكنها استنت في البيت علشان صاحبتها اللي أخبرتها إنها هتعدي عليها علشان يروحوا سوا. فضلت تقرأ الأوراق اللي معاها شوية لحد ما تيجي. لما شافتها أمها على هيئتها دي قالت لها بتساؤل: نادين، انتي لابسة ومتشيكة كده ورايحة فين؟ رايحة الكرسي يا ماما، حضرتك نسيتي ولا ايه؟ لا ما نسيتش، بس انتي كنتي هناك أول امبارح. لا يا ماما ده كان كورس اللغة، إنما أنا رايحة النهاردة كورس المحاسبة. رفعت أمها حاجبها. نعم يا أختي، معنى كده إنك بتاخدي كورسين في الأجازة؟ انتي مش مكفيكي الدراسة؟ قالت نادين علشان توضح لأمها وجهة نظرها. يا ماما يا حبيبتي أنا بحاول أستغل وقت فراغي، وعلشان أستغل الوقت ده أحسن استغلال فما فيش أحسن من الكورسات اللي هتزود من مهاراتي اللي هتأهلني للمنافسة في سوق العمل. تأهلك لسوق العمل؟ يا بنتي بلاش وجع دماغ، هتاخدي من كل ده ايه ها؟ ما كله بيتجوز وبيقعد في البيت. يا ماما أنا مش هكون من النوع ده، أنا عاوزة يكون لي حياتي وكياني وشغلي اللي هقدر أثبت فيه نفسي، مش عاوزة أفضل كده محلك سر، عايزة أعرف كل حاجة وعلى قد ما أقدر أكون ملمة بكل اللي حواليا. والجواز يا نادين إيه خلاص لغياه من مخططاتك؟ ابتسمت نادين لأمها، فهي عارفة إن أمها بتخاف عليها. لا طبعا يا ماما، الجواز ده أولى مخططاتي، بس إلى جانب الشغل، مش هفضل حاجة على حاجة أو هركز على جانب وأسيب التاني. طب أفهم من كده إنك هتريحي في الدراسة ومش هتاخدي كورسات تهد حيلك وكفاية عليكي الجامعة؟ ابتسمت لها نادين وضم شفايفها على بعض وهي خايفة إنها تقول اللي جواها لمامتها. هاخد يعني ICTL واقتصاد وتسويق. وكانت اللي خايفة منه حصل بالفعل، فأمها اتعصبت عليها. ايه ليه كل ده؟ امال بتاخدي في الكلية ايه بقى ان شاء الله طالما هتقضيها كورسات ومصاريف؟ يا ماما بثقل من مهاراتي. يا شيخة روحي بلا مهارات بلا نيلة، بتجيبوا لنفسكم وجع القلب ليه؟ ابتسمت نادين وهي مش عارفة ايه اللي مضايق امها، فهي اللي بتتعب مش مامتها. غريبة قوي ماما دي. انهت كلامها ولقت اخوها نبيل قاعد جنبها وهو بيضحك. ايه عملتي ايه تاني؟ امك بتنفخ منك ليه؟ ولا حاجة، كالعادة هبت فيا لما عرفت اني باخد كورسات ومش كورس واحد. يا بنتي امك من انصار البنت ملهاش الا بيت جوزها وكبرت دماغك، وبعدين دي عادة ماما يعني ولا هتشتريها؟ نادين كانت عارفة ان اخوها بيهون عليها، علشان كده قالت له: لا يا نبيل، ماما فيها حاجة مش طبيعية، حسها خايفة من حاجة او قلقانة من حاجة، وده عامل لها ستريس جامد كده ومزود عصبيتها الفترة الأخيرة. مش عارف يا نادين، ربنا يعديها على خير يا رب. جت سمر في ميعادها وخبطت على الباب. نادين قامت علشان تظبط هدومها مرة، وراح نبيل علشان يفتح هو الباب، ولما شاف إنها سمر اتسعت ابتسامته، فهو عارف سمر من وقت ما كانت صغيرة، فهي صاحبة أخته من فترة كبيرة قوي، من وقت ما كانوا في الابتدائي، ولسه علاقتهم ببعض زي ما هي.
علاقة قوية، علشان كده بيكنلها كل احترام ومودة وتقدير. أهلا يا سمر، ازيك؟ ايه يا بنتي فينك؟ محدش بقى بيشوفك من زمان ليه؟ ازيك يا نبيل، اخبارك ايه؟ انا موجودة اهو. كويس انك جيتي علشان اعزمك بنفسي على خطوبتي انا وبسمة. خلاص اخيرا حددنا ميعاد الخطوبة الاسبوع الجاي، اوعي ما تجيش ازعل منك. بهت وش سمر وبلعت ريقها بحزن، فهي ظنت ان ارتباطه ببسمة مش هيستمر كتير، لانها شايفة ان بسمة ما تناسبش نبيل ابدا، وشخصيتهم ورؤيتهم للحاجات مختلفة تماما عن بعض، علشان كده ظنت ان قدامها فرصة تانية ليه. ولكن دلوقتي هو بيبلغها بنفسه ان الفرصة اللي بتحلم بيها دي او اللي كانت بتظن انها ممكن تحصل عليها ما بقتش موجودة ولا صحة ليها ولا وجود ليها من الأساس. فهي شايفة السعادة على وشه وهو بيتكلم عن ميعاد خطوبته، وقدرت تعرف تمام المعرفة إن نبيل متيم بحب بسمة ومش هيشوفها هي أبدا. ابتسمت بمجاملة. مبروك يا نبيل. هتيجي ها وإلا هزعل منك؟ حاضر، هاجي بإذن الله. في اللحظة دي جت نادين وقدرت تعرف بذكائها إن نبيل قال سمر ميعاد خطوبته، والأمر ده هو اللي أكيد زعل سمر، فهي عارفاها كويس قوي وفهماها من غير ما تتكلم، علشان كده زعلت علشانها. لكن هي مش بإيديها حاجة، فهي شايفة حب أخوها وتعلقه ببسمة وما ينفعش تغير حاجة، علشان كده ادعت إنها ما تعرفش حاجة وابتسمت. سمر انت جيتي أخيرا، يلا يا بنتي اتأخرنا، سلام يا نبيل. وسلمت عليهم كلهم ومشي. مسكت ايد سمر ومشيوا من المكان بسرعة، وفي الطريق كانت سمر شاردة وساكتة. نادين شددت على ايديها وهي بتقول لها: سمر يا حبيبتي، انتي كنتي عارفة ان ده اللي هيحصل ومتوقعاه، ما تزعليش نفسك. صحيح كنت عارفة ان ده اللي هيحصل، لكن كان عندي امل يا نادين ان اللي اسمها بسمة دي يعني تشوف اي حاجة وتفشكل. انا متأكدة انها مش بتحبه، دي ما تستاهلوش يا نادين. تعرفي انا لو كنت متأكدة ان بسمة بتبادل نبيل نفس المشاعر ما كنتش هزعل، كنت هتمنى لهم السعادة وهحاول انسى. بصت لها نادين: عارفة يا سمر، عارفة ان بسمة بنت عمتي مش بتحب نبيل، وعارفة كمان ان اللي مزعلك مش مجرد ان نبيل هيخطب، لا، اللي مزعلك ان بسمة مش البنت المناسبة ليه ولا اللي هتقدر تسعده. صح يا نادين، ده اللي مضايقني. تعرفي ان انا متأكدة ان كل حاجة اسمه ونصيب، وعارفة ان نبيل مش نصيبي وان ربنا مخبيلي الافضل بإذن الله. يعني كان نفسي ان يبقى له حد افضل من بسمة دي. ما تزعليش مني، هي صحيح بنت عمتك بس الصراحة ما تتعاشرش. عارفة والله، ومستغربة نبيل حبها على ايه، بس الظاهر كده ان زي ما بيقولوا مراية الحب عامية. حد يسيب الألمظات دي ويبص للذهب الصيني؟ يلا، نبيل ده ملوش في الطيب نصيب ولا في الحلو. انتي متأكدة ان بسمة دي بنت عمتك؟ يا بنتي ما تدقيش، صوابعك مش زي بعضها، كبري. حاضر هكبر يا ست حلويات انتي. طبعا يا بنتي، حد يصاحب الحلويات اللي زيي ويكتئب؟ دي حتى تبقى عيبة في حقي. ضحكت سمر أكتر وفرحت نادين لأنها قدرت تغير مزاج صاحبتها للأفضل. وبعدين ركبوا عربية وراحوا للسنتر اللي هيحضروا فيه الكورس في الأرض التابعة لعيلة عيسى البكري. وعند ظل الشجرة الكبيرة اللي قعدوا عليها امبارح كانوا قاعدين مستنيين حمزة علشان يبدأوا إنهم يتغدوا سوا. فخالد كان جاب الغدا وبدأ يرص الجورنال على الأرض زي امبارح. وبعد عدة دقايق جالهم حمزة: عز الدين، أنا رايح أتغدى في البيت، خلص واكلك أنت وراضي وراجع آخر حمولة وحاسب العربية وخليها تتكل على الله. أنا اتأكدت إن السواق قاعد يتغدى مع الرجالة وكله تمام، ولو اتأخرت عليكم هبابة حاسب العمال أنت يا راضي، أنت عارف النظام. بس أنا إن شاء الله مش هعوج وهاجي قوام قوام. ضحك عز الدين لأنه عارف كويس أخوه ليه رايح البيت يتغدى هناك، وشاور له بإيده إنه يروح وإنه هو هيهتم بالأمر. قال راضي بيمازح عز الدين بعد ما مشي حمزة متغاظ من أخوه، لكنه معلقش لأن مفيش وقت لده. تعالى يا عز جاري هنا يا أخوي، تعالى ونسني، ما هو مفيش حد نتصربع عشانه ونجري ونتغدى معاه إحنا. بصله عز الدين: بعد عني يا فجر انت، يعني انا افضل صابر صابر ويوم لما افتكر اجاور حد اجاورك انت يا جربان؟ اني ما جاورش غير العسل بتاعي وبس. بس راضي لخالد علشان يشهدوا على كلام عز الدين: بالك انت يا واد يا خالد،
أنا لولا بعتبر الواد عز ده أخوي الصغير اللي لازم ناخده على كد عقله كنت عملت منه كورة شراب يلعب بيها العيال في الشارع. وعز الدين كمان وجه كلامه لخالد. عارف يا واد يا خالد الحكمة اللي بتقول قد يجد الجبان 36 حلا لمشكلته ولكن لا يعجبه سوى حل واحد منهما وهو الفرار. عمك راضي ده ما بيعرفش في حياته غير الهروب. يلا اقف وواجه يا جبان. بصله راضي بضيق وانفجر عز الدين في الضحك، فضحك راضي هو كمان. انت ايه يا اخي، كل لما افتكر اني كسبتك في جولة الاقيك تكسب الماتش كله. كل بدل ما حمزة يرجع يلاقينا مطرحنا ويكدرنا. ضحك عز الدين اكتر. مش بقول لا تجيد سوى الفرار من ساحة القتال؟ قال راضي وهو بدأ ياكل. لا مو انا ما قلتلكش اني ماليش غير في الفلاحة وبس ولا ايه؟ شغل القتال والمعارك ده للناس الهمج اللي زي حالاتك. بدأ عز الدين ياكل هو كمان ومسك طماطمايه وحطها كلها في بق راضي. كل يا راضي يا اخوي، اصل اخوي موصيني عليك، قال لي يا عز يا اخوي ملكش بركة الا راضي، عقله على جده ومحتاج رعاية خاصة. ما قدرش خالد يمسك نفسه من الضحك على مناكفتهم لبعض، واستمتع هو بالطعام معاهم وبصحبتهم كمان، واكتشف جانب تاني من شخصياتهم اللي ما يعرفش عنها كتير من الناس. فورا الوش الصارم الجاد اللي بيكون في الشغل في وش تاني ما بيخرجش غير قدام صحابه وحبايبه بس، وهو كان فاكرهم ما بيبتسموش ولا بيمرحوا زي باقي الناس، لكنه اكتشف ان مش كل اللي بيسمعوه او بيشوفوه هو الجانب الحقيقي من الانسان، ففي حاجات مش بتظهر غير لما يكونوا عاوزين يظهروها هم وبس. قال عز الدين وكأنه قدر انه يدخل جوه خالد وفهم اللي بيدور في راسه. اتلاقيك يا خالد قاعد تقول في نفسك مين الناس اللي قدامي دولت؟ قدام الناس ونعم العقل والاتزان، ومن وراهم مجانين توهم هاربين من السرايا الصفرة. ضحك راضي بقوة. انت لوحدك يا ابن عمي، انا لسه ناوي اخش دنيا، انت عايز تطلع عليا اشاعات ولا ايه؟ قال عز الدين مدعي الجدية. لا اطمن، الناس كلياتها عارفة انها مش اشاعات، انت مجنون رسمي وانا بنفسي اللي هوصلك لهناك. ضحك راضي وبص لخالد. واد يا خالد اوعاك اللي شايفه قدامك ده يخرج براتنا، احنا بس بنخفف عن روحنا شوية مش اكتر. لا طبعا اطمن، انا مش هفتح خشمي بشيء واصل، انا بس فعلا استغربت شوية وما كنتش اعرف انكم يعني ممكن تضحكوا زي بقية الخلق يعني. اتكلم وقتها عز الدين. لكل مقام مقال يا خالد، انت لساتك صغير بس لما تكبر هتعرف امتى تظهر الجد وامتى تظهر الهزل، ومش مع اي حد تضحك او تتناغش، بس اللي يفهمك وعارفك كويس ومطمن له هو اللي بتكون على طبيعتك معاه، وما تعملش وقتها حساب لحديت ولا ترتب في كلام زي عمك الحزين ده. قالها وهو بيبص الراضي اللي كان بياكل بسرعة علشان يخلص بسرعة. ده صاحبي واخوي وحبيبي، معرفش اقعد الا لما ناغش فيه وناجر فيه، كان مولودين في جروس بعض. طبطب عليه راضي. تشكر يا صديقي الصدوق. وصلوا البنات للمركز وأخدوا مكانهم في الكرسي بعد ما ألقت التحية على كل الموجودين. السلام عليكم يا شباب، ازيكم كلكم؟ رد كل اللي كانوا حاضرين في القاعة السلام، وبصولها بابتسامات عريضة. ازاي ما يبتسمولهاش وهي نادين اللي معروفة بأخلاقها وروحها الحلوة الخفيفة المرحة. بدأ كل الطلبة بالتواجد واحد ورا واحد، ولما جه الوقت علشان يبدأ المحاضر بشرح المادة دورت بعينيها عنه لكن ما لقيتهوش وسط الحضور. قدرت إنها تشوف صاحبه أحمد قاعد لوحده، فوقتها قلقت قوي وخافت ليكون عز الدين مجاش لسبب يعني خارج عن إرادته أو في مشكلة معاه. لحظتها صاحبتها ولحظة التفاف عينيها حوالين الباب بين كل وقت والتاني، علشان كده لما انتهى الكورس وخرجوا لبره اتكلمت. قالت لها سمر بمكر: شايفاكي يعني ما كنتيش على بعضك في الكورس وكأنك بتدوري على حد مثلا. ايه ده، هو انا كنت مكشوفة قوي كده؟ لا مش مكشوفة، بس انا اللي فهماكي. غريبة قوي يا سمر، اول مرة ما يحضرش ويفوت الكورس. معاكي حق، بس يمكن مشغول ولا عنده ظروف، ما هو ده اللي شاغلني يا سمر. يا رب يكون بخير يا رب. ممكن اعرف بقى ده من امتى ان شاء الله؟ وانتوا تقريبا كده ما اتكلمتوش غير مرة واحدة وكنتوا بتتخانقوا فيها كمان. ضحكت نادين وقالت بمرح وهي مش عارفة فعلا ترد عليها تقول لها ايه:
تصدقي إن فعلا معرفش إزاي ده حصل من بعد الخناقة. من وقتها وأنا حاسة إن انجذبت ليه. شخصيته عجبتني، ومن خلال وجوده معانا في كل محاضرة أو كورس عرفت يعني قد إيه إنه شاب محترم. وفجأة لقيتني اتعلقت بيه. مسكت سمر إيديها وقالت بسعادة علشان صاحبتها: تعرفي إني حاسة إنه شعور متبادل، يعني حاسة إن عز الدين كمان منجذب ليكي. بتهرجي يا سمر؟ معقول؟ آه والله ده اللي أنا حاساه. عز الدين كمان لما بيدخل القاعة بيدور عليكي بعينيه، وأول ما يشوفك يطمن ويقعد مكانه. فرحت نادين بده واتفاجئت بيه واتنهدت براحة. انتي فرحتيني بجد. بس لو كان كلامك صح، ليه ما جاش وتقدم خطوة أو حتى صارحني مثلا؟ ولا يمكن بيتسلى؟ قالت لها سمر: بيتسلى؟ لا ما ظنش طبعا. انتي بنفسك لسه قايلة انه شاب محترم. يمكن مستني الوقت المناسب لده، أو يمكن عاوز يتأكد من مشاعره، أو حتى يجهز نفسه. مش عارفة. أو يمكن الموضوع ما تخطاش كونه مجرد إعجاب يعني. يمكن. علشان كده بقولك ما تشغليش بالك بالموضوع ده كتير، علشان ما تتعبيش زي كده. بصت لها نادين وحضنتها: سلامتك من التعب يا قلب انتي. ابتسمت سمر: حبيبتي ما تحرمش منك أبدا. ايه رأيك بقى نجيب آيس كريم فانيليا؟ مش هقول غير موافقة طبعا، يلا بينا. مشيوا الاتنين سوا. ووقفت نادين شوية وهي بتحط ايديها على صدرها بألم. بصت لها سمر باستغراب: مالك يا نادين، وقفتي ليه؟ أول ما شافت وشها بتتقلص عضلاته من الألم بصت لها بقلق أكتر: نادين مالك، في حاجة بتوجعك؟ وجع خفيف كده مش عارفة مصدره. حطت سمر ايديها على كتف نادين: ووجع فين بالظبط؟ مش عارفة يا سمر، بس حسيت فجأة كده اني مخنوقة وقلبي مقبوض. حضنتها سمر بشدة: ألف سلامة عليكي. ومسكت ايديها وقعدتها على أقرب مقعد. طب اقعدي اقعدي ارتاحي، ربنا يسلم يا رب. نادين فضلت تتنفس عدة مرات بقوة كبيرة وسط نظرات سمر اللي كانت قلقانة عليها قوي. نادين ما حبتش إنها تخوف صاحبتها أكتر، فقامت من مكانها وهي بتتحامل على نفسها بعد ما خف وجع الألم شوية، وقالت بابتسامة: خلاص راحت الحمد لله، أنا كويسة. مالك يا بنتي وشك اتخطف كده ليه؟ قالت سمر وهي هتعيط: أنا قلقت عليكي بجد، ربنا يعديها على خير. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. شددت سمر على كفة ايد صاحبتها بحب: ولا منك يا قلبي، خليكي انت هنا وانا هروح اجيب الايس كريم وارجعلك. ما قدرتش نادين انها تجادل معاها لانها كانت متوجعة قوي، والألم مازال موجود ومرتاحتش لسه. بعد دقايق كان الألم هدي تماما ورجعت سمر وفي ايديها الايس كريم، واستمتعوا بالايس كريم سوا. وبالوقت كمان لقاها قاعدة شاردة في البلكونة بتبص قدامها وهي مش شايفة أي حاجة، كأنها بتفتكر حاجة. وبعدها بتتنهد بوجع قعد جنبها ومسك ايديها وبصلها وطبطب عليها: مالك بس يا فاتن، بتشيلي لنفسك الهم ليه؟ اتنهدت فاتن بصوت مسموع: خايفة أوي يا أحمد، مش عارفة ليه الفترة دي إحساس الخوف متملكني. ايه اللي جرى علشان تخافي كده يا فاتن؟ سيبيها لله، واللي عاوزه ربنا هيكون. ونعم بالله. بس أنا فعلا خايفة على نادين يا أحمد. أنا خايفة يحصل لها نفس اللي حصل لمامتها الله يرحمها. اتصاب أحمد بالفزع. ربنا يعافيها ويكفيها شر المرض. لا بالله عليكي، هتوجعي قلبي على البنت ليه؟ ربنا يحفظها ويبارك لنا فيها. أحمد أنت عارف أنا بحب نبيل ونادين قد إيه، علشان كده قلبي وجعني على نادين. أنت عارف إن الموضوع بيكون وراثي. بنسبة قليلة جدا يا فاتن، يعني مش مقياس. والدليل انت اهو الحمد لله، رغم يعني ان والدتك كان عندها المرض وجه لأفنانه وما جالكيش بفضل ربنا. ها، فسيبيها لله وتفائلي خير وادعي لها ربنا ينجيها. بلاش يا حبيبتي التشاؤم ده، الله يرضى عليكي. بصت فاتن تحت ولقت نادين رجعت وبتشاور لسمر صاحبتها بإيديها، فتلقائيا منها اتحركت من مكانها علشان تروح ناحية الباب بتستنى نادين. وأول ما شافتها حضنتها بشدة. استغربت نادين لكن قالت بمرح: حبيبتي يا ماما، ايه لحقت اوحشك؟ ضربتها فاتن على راسها بعد ما بعدت عنها: ايوه وحشتيني، عندك مانع سيادتك؟ لا ابدا يا جميل، خدي راحتك، انا بس مستغربة مش اكتر. بقى كده؟ طب انجزي يلا غيري هدومك وتعالي ورايا على المطبخ. غمزت لها نادين: هي دي فوفة اللي انا اعرفها، مش تقولي وحشتك.
قالت فاتن مدعية الصرامة: على فكرة أنا لو مسكتك هضربك. مثلت نادين الخوف: ليه بس يا فوفا، ده أنا غلبانة، أهون عليك يا عمر أنت. ضحكت فاتن وهي بتقول لها: علشان يا رخمة أنا كنت عاوزاكي ورايا على المطبخ علشان أجيب لك كيكة البرتقال اللي بتحبيها. نادين اتنططت في مكانها بسعادة: واو، هو ده الكلام، تسلم ايدك يا فوفا يا قمر انتي. لا، كده أنا أدين لحضرتك باعتذار وبوسة بقى. وقربت من أمها وحضنتها بشدة وباست راسها. شاف ده والدها فابتسم براحة وهو بيردد جواه: ربنا يحفظك يا بنتي. أول ما شافته نادين مدت إيديها وقالت بمزاح: تعالى يا حاج، هو أنت يعني ملكش نصيب ولا إيه؟ وحضنتهم نادين بكل حب وهي بتغمض عينيها وبتقول: ربنا يخليكم ليا يا أجمل نعمة في حياتي. جه نبيل اللي رجع من بره. الله، حفلة أحضان أسرية، خدوني معاكم. قالت نادين: لا، انت ابن البطة السوداء فلترحل من هنا. وقال وهو بيتوعد لها: قولي لي يا أختي كنت بتقولي إيه؟ خلاص خلاص صعبت عليا، تعالى يلا. وحضنوا الأربعة بعض، حضنوا بعض بكل حب وسعادة. فيا ترى السعادة دي هتستمر طويلا ولا القدر ليه رأي تاني في الأمر ده؟